الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي الأفاضل، نحن ما زلنا مع السيرة النبوية، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، واليوم كذلك سنتكلم حول ما كان يجري ناحية ثانية يكون أحسن. هذا للأخ المريض الذي يأتي أحيانا، الذي لا يستطيع أن يمشي. عفوا. ما زلنا مع أحداث غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، نتكلم حول ما جرى أو ما يجري. برايت عزيز أمي إيرو تيسا بحثا حرب خندق بكن. خندق دريج يعني 20 چند رو دريج بو ام جه روز ام هفته دا جاره کی 4-5 دقیقه 10 دقیقه کی دبیجن خلاص نابه لی ام کرتایی دبیجن لی اب شر هانه اب درد هانه که 20-25 رو دوام کرد زحمت و بشب برو صحابه درد و کل ورداد چن وداد چن يعني براسي زحمتي كبر مازن ديتن برياك شركي جران وزحمت و ازيتك مازن هبو دو قرآن دا سورتك بناوي احزاب هاتي. احزاب يعني بارتي وجروب وجماعات، يعني حرب بدر حرب امبيجن احد سورتك بناوي ناتيه، حرب تبوك ناتيه، فتح مكه سورتك سوره فتح وجنجبوني هاتيه جبون تشتكي دي هاتيه. اما حرب خندق كنجرات من احزاب سورتك القرآن ده نافي احزابه، يعني بالنافياتي او خاصاكو مساله كما زنبو. اما انا بحثا روي امبيجن ده بازا دي جراني وزحمت يكتشبو. طبعا قلنا ظهر اليهود قد خانوا، قبيلة بني قريظة كانوا من اليهود، أعلنوا خيانتهم على الإسلام والمسلمين، فبعدما خانوا قاموا بأمرين إظهارا لخيانتهم. أولا قاموا بإرسال الدعم، الغذاء الأكل والشرب إلى الجنود المهاجمة، جيش المشركين، أرسلوا إليهم 20 بعيرا محملا بالأكل دعما لهم. هذا أولا، يعني أصبحوا حلفا، ومن علامات الحلف بأن يدعموهم ماديا. أرسلوا لهم التمر والزبيب والتين والشعير للدواب وللبشر. هذا دعم أولا، دعموا الجيش الذي هاجموا على المسلمين. هذا ما قام به يهود بني قريظة إظهارا لخيانتهم للمسلمين وللرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. خيانتي بشتك ماغو يهودية خيانتي أخو كرخ قبيلة كي هبو ناوي قريظة بو بني قريظة جراد كوتم بني يعني أولاد قريظة قبل نجا ناوي كالي وانا باپيري وانا چبيه وانا پشتكو خيانتي أخو آشكرا کرنگو ما خيانتي كر پیغمبر ظلام آشان ورداوي دهاتنگو ما خيانتي كر تمام هيدي بيمنتيه هدي بمنتي وخبردان خرابش پیغمبر را گوتن و امیدی ناره ونه فرصت کتی دستمه 10,000 انسان هاتن امش فردا بلکه ام وی جاره و صافی بکن. اوان یهودی هانه قبیله قریظه کو یهودی بنی قریظه تشتی کو کرن ده تشتا کرن جبونه کو بیجن وای مخیانتی کریه. اوی اول رابون دی عفوا 20 حب دوه حشتر يعني دوه بار کرن ج خرما ج هجیره او ج جبون خارنا انسان و خارنا حیوان وانا جوانا خارن شاند جوان عسکر هاتنه ج قریشی و غطفان را خارن شاندن. اویا گون وجدور هاتنه ام خوای مالنه وانا امکان مناشتا وانا بخم راز کی و تر به لازم جمره. ابي تشتي هانه کرن جامعه را بی خیانتی هانه کرن ل تشتي خوش شبو اوان حیوان هانه بشتك مسلمان فهم كر وانا خيانتي كرنا پیغمبر ظلامش بلا كربو قوت و آماده بن بقركا وان گرتن نيشم که بدست وانا مسلمانا بدست وان گرت قاعده ابيا يدي غنيمه حربيه مال حربيه خاده دامون وانش نيار مراد شنو وساجبونه که بدست نيار پیشار بكن ابيا شو مسلمان ابياش وانسان ابيا جيبو بركاتك وخيرك مسلمان راحت. يعني وانا 20 حب دبه هر دبه کی 400-500 کیلو 300 کیلو بار چسب دبه نحشتر يعني بار وان گرانه. اویا تبو غنیمه که مسلمان را جالی که باشو خارنو و خارنو هم بس کی چه بو اوی تشتیانه کرن اویا خیانتی وانا عول تشتی کو کرن یک جوان افو يعني قوا مجوار خارنو و خارنو بشینن برا زکی و تر به نزبرن لورا عسکرک هاتبون اوان نظام بو خندقه هاتون شوق بو خندقی چه بیه ایجا حساب وان تدي بكرديد بيجن حساب مالي وحساب بازار الهف در نكت يعني لمالي حساب كر غوازي اوقا بربم تشتابستم شو بازار تش بها در كتنه يا جتنا نقول حساب مالي بازار الهف در نكت.
حساب وانای مکه و حساب وانای مدینه لهف در نکد گو قیم هرم پیشم وکری اما صافی بکن 20,000 ام بگجن و جن من وان بین زاروکا بینن چو خندق و پیشی گرتی والله حالا قرکا وان دما جبری های رای وان درج بو کرو درج بو خارنو و خارن کیم بو اوانا جوان را کاری کردن ابیا نقطه عول اما انا بيجن ابي دو شكرا قلنا الامر الاول ارسلوا 20 بعيرا ولكن المسلمون اخذوها منهم المسلمون كانوا يقظين النبي صلى الله عليه وسلم قال افتحوا عيونكم هؤلاء خانوا وسيرسل لأعدائنا الدعم فمسكوا بهم وأجعلوها غنائم للمسلمين. الأمر الثاني الذي قام به اليهود دخلوا إلى المدينة ويبحثون عن أماكن اختفاء النساء، أي مكان المسلمون أخفوا فيه نساءهم وبناتهم وهل معهم أحد من الرجال أم لا، حتى يعرفوا المكان ربما هم يهاجموا عليهم أو يدل المشركين يساعدهم حتى يأتوا ويختطفوا البنات والنساء والأولاد. يعني قاموا بهذا الأمر، ولكن ما هو جميل في الأمر صفية بنت عبد المطلب أخت السيدة حمزة رضي الله عن الجميع، هي فعلا كانت أخت حمزة يعني شجاعة جدا، فهي ترى بأن أحد اليهود يبحث يتجول حتى يتجسس فيمسك عصا كبير ويضربه على رأسه وبعد ذلك يسحبه إلى الداخل ويقطع رأسه، هي تقطع رأسه وترمي بالرأس إلى الشارع. هي تعلم بأن هناك يهود غير هذا يتجسسون، فحينما رأوا بأن رأس هذا تدحرج أمامهم قالوا هناك رجال في هذا المكان ارجعوا، فهي ما قامت به. الأمر الثاني هو أن يدلوا المشركين على عورات المسلمين، أماكن اختفاء النساء والرجال حتى يأخذوا ويختطفوا. هذا الأمر الثاني الذي قام به اليهود إظهارا لخيانتهم. کار دو ابی که یهودیا کرد ابی اول ما گو خارنشان ابی دو گو جاکسم هر نوا مدینه تماشا کن جنو قیزو زارو که مسلمان اد کدا و شارتینه لورا ما گو پیغمبر وان کرنک جیا گو چد و چنا و برادل مرحت به بلکه اینکه عسکر کافر هاتن اینکه دن خیانتی کرن برا کس که جنامه و کشم نرابینه دل مرحت به بالا خدانه که وان یهودیا تند نوا مدینه داد گرن حجابا جند کدانه وانا جنال کو و شارتنه اگر کو جی وان بدینی جا عجبا ظلام جد گل وان هنا آنتنه کو ظلام هبن دمکی زحمته وانا چک دارن سلاح وان هه کو ظلام تنبن رحته دکارن ورن جناب راوینن بفروشن شیطانی کی بکن یعنی ایجا تشته غریب و عجب. صفیه حضرت صفیه مجرا بجن اف صفیه هانه دیا زبیر صفیه متى پیغمبر علیه الصلاة والسلام خشک حمزه قالوا جماعتي فياش بير وانكن يعني بكردي كلمه كي هاد به شعر شعره تشجنا تشميره يعني شعر شعره يعني لحساب كجنا ببهرن جنا عفوا ديا زبير وخشك حمزه يعني زبير وكا شعر كيبو اصلا شعر اي حمزه يشكون شعر خدي بود كذا سري وكو خشك وانده كترسونك به يعني مير له شعر شعر بكردي بين شعر شعر تشجنا تشميره يعني صافيه وكنا بلكي حزار حب ميري انا مير بو صافيه وجنانه جنيت ما شكر في صافيانه كوا يهودي كي قاتل وان درات جرع گوي خدي كي فرداوي دجات مير هناتن جند كدانه حتى دبي صحابي كي بي اختيار بيجرا گوته كرو وزلام كيات هر لخه كي برابر بيا ولاد بيكو ميراني بمون از شما نوا ميرام نشه از اي مير از اي شهر نميدي عمرين پير بيان كارم اف صفيه هانه داره كي خوشك که دسته خو دارون زانن چنه چو يعني شپارا نيزي كي ويدل اورتا سريد خه سر يهوديت خه يهوديت كبا خوارك يهوديت كبا ويد كشينه هندر ايجا جوي اسلام راد بي كرو اسلامي ورا سري ويجك انبياء وانا الگرم بگشن دزانه مساله قات هليكه قوانا زانبن جند فردان او ميرتنن ايورن جناب راوینن ایجا صفیه ور حاصل سری مرک دن جکرن نبی اب سری دیگره داوی دروا سری جوردا حوشه دا داوی دروا تدی سری گلوورکا کا توپ او دگندرت چه سری وان انسان هانه تماشات کن یهودی حواله بی یهودیانه دبی کرو بزورن والله وای حواله ما کشتن سری جکرن آویتن دروا دمکی مسئله گرانه مرد هندر دهنه ور حاصل یولا وانا دراون اویاجی میرانیا یا جنبجن جهاتی بونا حضرت صفیه خدای راضی به یعنی گاوا کوجنه کی آنی بزامر عائله و چجنه
عائله و چه انسانن میرن آن نمیرن زرسونک نه ترسونک دست فکری نه دست گرتینه خوین خوینا خوشکا شیراجی شیره دیا شیراجی شیره یعنی اگر که زبیر تاریخ اسلام دا میره که وصا میر زبیر بده مکی دیا اوج جیاتی بیانه و عبدالله کر زبیر جمیر بو والله اوج نترسیا والله حضرت حمزه ما شاء الله يعني قیزاج اصلا بینن ابیاج برا بیجم ابیاجی ابید دویا کو حضرت صافیه کر خدا راضی به سری یوجه کرو گرت آوید گوید مالا تخرابت تخوازی دزیه بکی ابیاجی کار دو ابی که یهودی خواست بکن کو عیبا مسلمانا جنه وان قیزی آن برا بینن و ببا بأدبي كما ظن هم بسلمانا. طيب اليهود هكذا أعلنوا اشتد الأمر على المسلمين والآيات كثيرة من القرآن الكريم الله عز وجل يذكر ويبين إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر يعني الخوف شديد من جهة أحد الجيوش المهاجمة ومن طرف الأخرى الخيانة وهكذا وخصوصا بدأ بعض المنافقين ينسحبوا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا خلاص يعني المنافقون كذلك بدأوا ينشرون الأخبار ارجعوا كان محمد يعيدنا بأن النصر معنا الآن نحن لا نستطيع أن نذهب إلى الحمام يعني هكذا انتشر الخبر كثيرا مثلا هكذا يقول وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يعني كلام الله وكلام الرسول كله كذب هذا خداع وضحكوا علينا ازداد الخطورة على المسلمين الأيام يطول وجهة 10,000 مهاجمين خيانة داخلية من الخلف أمر كان صعوبة جدا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يبحث عن حلول أخرى القائد الحكيم هو الذي دائما يبحث عن الحلول فنرى ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فان روجي هاندا يهودية جو خيانتي كر براسي زحمتا مازنا سر مسلمانا جمارة مسلمانا كيما إمكان وانتنن جاري كده 10,000 إنسان هاتنا تبعث كرن جاري كده خيانتي شبارات كرن او هنكي منافقين و مسلمانا جهبون وفان منافق جي وظیفه خودی سان جاره قادی در کتن خبر دان گوکا خودش مرا گوت بو نبسر بکیفن پیغمبرش مرا گوت بو وای درو يعني گوتن سوز خدا و سوز پیغمبر نراستن اوه معنای غرور يعني مخاپاندن حلال مکرن هر مال اخو مالا مخرابو یهودیا پشت خیانتی کر وان انسان کد گوتن ام مسلمان مدبی خو قلب وان منافق بو اوان جی بنزین لوی آگره هانید کرن جبون زحمتي مسلمان زي دبه وقال لك آياتنا رب العالمين بحث اوان تكذب براستي مسلمان كاتن طنقاي كمازن يعني حجي ما قو يا ربي تكنجي آلي كاري ما بكي قضية إمكان ما نمايدي خوارن كيما بخوارن كيما يعني هم درباس ببند قدينا تنكاري بدي 10,000 إنسان را شرب كي إمكان تحت 10,000 إنسان مي 10,000 إنسان هاتنا تنكاري بان را شرب كي هنكي تشت إمكان مادي هنتدا لیکن تماشا کن پیغمبر صلی الله عليه وسلم چه چاره دگری اجبان اکسیفیکایی کی چه به طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى ازداد شدة الأمر قام بأمر مهم أرسل من تحت إلى غطفان قبيلة غطفان الذين هاجموا على المسلمين مع المشركين والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم المشركون لهم عداوة دائمة مع المسلمين عداوة العقيدة والمبدأ أما غطفان مصلحة والمنفعة فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يفرق الجمع الذي هاجموا فرأى أضعف نقطة للمهاجمة هم غطفان أرسل إليهم قال ما بالكم نعطيكم التمر يعني كرشوة كما نقول نعطيكم بعض تمرات المدينة في مقابل أن ترجعوا عنا فهم أظهروا القبول هم يهمهم المنفعة والمصلحة ليسوا أصحاب المبدأ كانوا أصحاب البطن فهم حينما أظهروا الرسول صلى الله عليه وسلم شاور وتكلم مع أهل المدينة أصحاب التمر ولكنهم قالوا يا رسول الله نحن كنا أهل جاهلية ومع ذلك لا نعطيهم تمرة واحدة إلا إكراما منا أو بيعا ولكن خوفا منهم لم نعطيهم ولا تمرة واحدة فكيف نعطيهم الآن ثلث أو نصف أموالنا ونحن أعزنا الله بالإسلام ولا والله لا نعطيهم ولا تمرة واحدة فليكن ما يكن ولكن قالوا هذا الكلام بعدما سألوا النبي هل فكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله أم شيء يراه النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة
فالنبي قال ليس أمرا من الله ولكن رأيت بأن العرب قد جمعوا عليكم ورموكم عن قوس واحد فأحببت أن أخفف عنكم. قالوا بارك الله فيك، نحن مستعدون لكل شيء ولكن لن نعطيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفارق، هذا أحد المفاوضات، أن تفرق العدو، تجعل بينهم شيئا، وإذا كان بإمكانك أن تعيد عدوك بالمال قبل السلاح ادفع المال ولا تستعمل السلاح، وإذا أمكن أن تستعمل الكلام بلا مال استعمل كلامك ولا تعطيه المال، يعني ارتكاب أخف الضررين. فهذا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة قالوا لا، نحن جاهزون ولكن لن نقبل التنازل بعد أن أكرمنا الله بالإسلام. هذا كذلك ما حصل معهم. تشتك پیغمبر کرد علیه الصلاة والسلام قالوا جماعته پشتیک پیغمبر نهرد براستی زحمت گران بو. پیغمبر ذاته کی پر عاقل و زانا بو. گو حیر از این کی نیارش هف پرچه بکم سیستم دنیای اوه نیاره خوش هف پرچه بکت چواد کاری دحب نیاره ایک نیاره تنه توانج هف دور بخینی یک بکی یعنی پرچه بکی. پیغمبر زانه بو اوه هاتنه دو گروبه کیش خون نیاره پیغمبرن جا ایمانه حسناکن قریشینه نیاره بسلمانن لا او کافرن وانا بسلمانن. گروبه کادی کافرن فقط نجبون خوده هاتنه، نجبون ایمانه هاتنه، نجبون پره هاتنه، فقیرن ظلام وان پره جوان را گوتن ونورن شر بکن دگلمه، یعنی عسکره به پران بیجن گونورن به پره شر بکن ام حاضرن آماده نه وان انسان هانه جی هاتن. پیغمبر جوان را خبره کیشان گو که ام هنکی خرمه خوی مدینه بدن و اونه بزفرن گویم چما نازفرن شما جبان خرمه هاتنه اون بدن ما ام دچن قبول کردن. پیغمبر فردا فهم کرد گوانا نقطه ضعیفن، یعنی به پرا احتمال از وانا بستینم لی مال پیغمبر نبو خواه خرمه این کی دننه. پیغمبر بوان را خبر دا گو از خوازم بازار بکم هنکی خرمه بدم وان جبان وانا بزفرن. وانا ادب صحابه چقا به ادب بون. گو یا رسول خدا اوی امر خدایت امرت کی یا فکر کاتن نولا گو امر خدایرنه از خیراوت خوازم ادوجن بلکی باره و سبک ببر. گو اگر کو امر خدای نه به فکر کی به جوان سیاست دنیای به مالا ام ناخوازن ام ویتش قبول ناکن ام خرمه خ نادنوان. حتىش پیغمبر گوتن دما کو ام نبسلمان بون اف غطفان اف قبیله هانه به راضی بونا دل ما خرمه کی نکار بوم خورن یک خرمه کی من ندانا و من ندوان، یعنی خرمه کو مدوان یا ما دگو میوان هاش ترا خرمه کی ما ددا اکرام میوان دکر یا جی ما دفروت و کی دی ما یک خرمه کی ندایوان جبون ترسه پشتی ام بونم مسلمان خود ایمان دایمه ام چوا پشتی وی ایمان جوان کافرانه بترسن ام حب کی خرمه جنادن وان به امرتن چد کم برابکن پیغمبر بجا وزان صلی الله علیه و سلم. ور حاصل دوردا پیغمبر علیه الصلاة و السلام خرمه ندوان و وانا زفرین لی پیغمبر فهم کرد و وانا هم برب که و دست وان حاضر زفراندن را اویاجی نقطه کد دویا کو انسان مزن انسان سروک گره بفکر از دکارم نیاره خوب خبردان بزفرینم برهرن بخبردان دیپلماسی برهرن از پر نادم لی اگر کو هاتم خبردان فایده ناده از دکارم بپراوان بزفرینم از ایتا پره بدمان از وانا شر ناکم، یعنی هر دم اوا سوک یعنی حساب که خبردان زفرین خبر دوان را پره ندوان اگر کو خبردان نزفرین به پره لبا کتن پره بدوان تشکینا ولی بوان شر نکه ظلام خو نده کشتن انسان خو بریندار نکه ولا تو خرانه که به پره وان بده ساندن. پیغمبر جی گو بلکه پرات کارون وان انسان آنه بدم ساندن دهاتن فروتانه لی صحابیه قبول نکه گو نا ام وی کمانی قبول نکن بیمناتن چند که برابکن. ور حاصل كلام أبياج بوان راتشيبو. حصل أمر آخر ونكتفي اليوم. في أحد الأيام هاجم مجموعة من شجعانهم على الخندق وبعضهم استطاع أن يتجاوز، وكان أحد أشجعهم يعني عمرو بن ود، هذا معروف شجاع من شجعانهم، وطلب المبارزة من يخرج، فنزل له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتله. فبعدما قتله علي خاف المجموعة الذي هاجموا معه وهربوا عادوا، فالحمد لله كذلك لم يظفروا بشيء. هذا كذلك حصل. طبعا هناك كلمات كثيرة طويلة الشيعة زادوا عليه قالوا بأن النبي قال صلى الله عليه وسلم نزل الإسلام كله إلى الكفر كله، فكل هؤلاء كلام غير صحيح، ولكن ما قام به سيدنا علي شيء عظيم جدا. تشتكي دنيا شيبوان بيجن ويرو درس ما حتى برا بس
روجا كيجوان روجي هاني تقريبا كان حب انسان وان مير ام بيجي بكردي ده مير خاص وان الجهاتي بشكل اكيد درباس او كيبونش خندق درباس بون يعني بالشربه بتشبه درباس بون يك جماجي عكرمه كره ابو جهل بو لي ابي ان مير كدوان دا بر مير بو نافي عمر بو مير كي غوا مير بو نافي قوم خدا بر مير بو ميدان خاص غو مير هجم ولا مشربكن حضرت علي دركت طبعا حضرت علي دركت وقلت بمنتي يعني تقو رقل هف قصنا بيجي علي راقو استناقشم علي جراقو بن تجاركي قوتيه قريشي يجي عائلاته تشتكي بخير مرة بيجي از قبولكم قهداريتكم بنا اولا اشترى بيجن ولا بمسلمان اسلام خير تده اشترى بيجن وانا انا مالطا بس اسلام ناخذ ما يقول مشاربكن والله حضرت علي يكشت وقت حضرت علي يكشت اوان ظن نذكر علي الكربي بوجه حضرت علي ميربو يعني الحمد لله حاصله كلام ابي دنيج ترسيان ورافيان او جرافيان دوي داجي اسا مسلمان ام بيجن قوته وان شيبو كيفان هاتو تكبير دان والله اكبر ميري ما ميري وكشت ظلامي ما ظلامي وكشت قهرمان ما قهرمان وكشت او جيبو كيف خاشيكي لدفر داين كي شي براي ما شيعي تشتبر زيدك ندبي عطيك حضرتي علي هات پیغمبر گو اسلام تفدر کتش کافر يعني حضرت علي كرن اسلام باتا كشت اسلام دمر يعني ابيا نرغست بو لي والله ميراني كما زنبو يعني ابيا ساكنو بيجن فقط ایجابنا کمرمین که تشتال سرف داره و کزه دب که اویا نراست بو لبراستی حضرت علی جی خدای عالم عز وجل شون جرازی به ان شاء الله جیتوا بک جنت حتی برا بس ان شاء الله هفتاتی ایجام تماشا بکن که کدا تيغوهرتن. الى هنا نكتفي اليوم ان شاء الله. طبعا بعد قليل نتكلم باللغه التركيه كما وعدناكم، قلنا في عندنا محاضرتين قبل الدرس ان شاء الله. ابقوا في حفظ الله ورعايته إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى.